سلامونه او روزه د ټولو مبارک شي، خدای دې قبول کړي. نن د جمعې ورځ ده، جمعة الوداع وشوه، دا اوس ماسخوتن دی. زمونږ به په جومات کې د ختم قرآن شریف وي، لکه 20مه شپه ده. زه ورځم او دغه ختم به وس تاسو ته که خدای ته منظوره وه، نو تاسو ته به دغه راپورټ کوم. چېرې 9 بجې شوې، دا اواز راځي او په 9:30 باندې لمونځ ودرېږي. ځان ورسوم د جمعې ورځ او د اپریل 5 تاریخ 2023. کمان پرس ګڼه ده په دغه کې د قدم کې ښودل نشته، په زور راوړل دا مونځ شروع کېدو ته نیمه ګنټه پاتې ده. او ګورئ आज 27वीं की शब है। अल्लाह रब्बुल आलमीन की दी हुई तौफीक से और उसकी मदद से आज हमारा इंशाअल्लाह ख़त्म कुरान होगा। यकीनन ये अल्लाह की तौफीक से होता है। इसका सुनना भी, इसका सुनाना भी, मस्जिदों में आना, मस्जिदों को आबाद करना। रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमारी इन मेहनतों को कबूल और मंजूर फरमाए और अल्लाह तबारक व तआला हमें हमारी ज़िंदगियों में ईमान और सेहत व आफियत के साथ बार बार ये मौक़े नसीब फरमाए और इसी तरह मस्जिदों को आबाद करने की तौफीक अता फरमाए। الرحمن مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر. الله أكبر. لسم بركات شروع الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله أكبر. والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لك الحمد كله وإليك يرجع الأمر كله. اللهم لك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم لك الحمد كله وإليك يرجع الأمر كله. الحمد لله رب العالمين
العالمين. الحمد لله الذي أنزل الكتاب على رسوله. الحمد لله فاطر السماوات والأرض، جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع، يزيد في الخلق ما يشاء، إن الله على كل شيء قدير. سبحانك اللهم وبحمدك، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. سبحان ذي الملك والملكوت، سبحان ذي العزة والعظمة والهيبة والقدرة والكبرياء والجبروت. سبحان الملك الحي الذي لا ينام ولا يموت، سبوح قدوس ربنا ورب الملائكة والروح. اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار يا مجير يا مجير يا مجير. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا عيبا إلا سترته، ولا عدوا إلا خذلته، ولا طالبا إلا أعطيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولإخواننا ولأخواتنا ولأعمامنا ولعماتنا ولأخوالنا ولخالاتنا ولآبائنا ولأجدادنا ولأمهاتنا ولمن له حق علينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات. اللهم اغفر لجميع المؤمنين والمؤمنات. اللهم اغفر لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، الأحياء منهم والأموات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم تب علينا قبل الموت، اللهم تب علينا قبل
قبل الموت. اللهم تب علينا قبل الموت وارحمنا عند الموت، ولا تعذبنا بعد الموت، ولا تعذبنا بعد الموت، ولا تعذبنا بعد الموت. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من غضبك والنار، ونعوذ بك من غضبك والنار، ونعوذ بك من غضبك والنار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار. اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا من النار. اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا من النار. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا وعلما نافعا وقلبا خاشعا ويقينا صادقا ولسانا ذاكرا ورزقا واسعا وحلالا طيبا وشفاء من كل داء. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة، والفوز بالجنة والنجاة من النار، والفوز بالجنة والنجاة من النار، والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك حبك وحب نبيك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا
عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم تقبل منا، اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا ودعاءنا. اللهم تقبل منا ختم كتابك، اللهم تقبل منا ختم كتابك، اللهم تقبل منا ختم كتابك. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا وذهاب همومنا وغمومنا وجلاء أحزاننا. اللهم نور قلوبنا بنور القرآن، اللهم نور قلوبنا بنور القرآن وزين أخلاقنا بنور القرآن. اللهم أحينا بالقرآن وأمتنا بالقرآن وأدخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن. اللهم اجعل القرآن حجة لنا ولا علينا، اللهم اجعل القرآن حجة لنا ولا علينا، اللهم اجعل القرآن حجة لنا ولا علينا. الہ العالمین ہماری حاضری کو قبول و منظور فرما. الہ العالمین یہ ختم قرآن اپنے دربار میں قبول و منظور فرما. الہ العالمین جو قیام، جو سیام اور جتنے بھی عبادات اس مہینے میں ہوئے اپنے فضل و کرم سے الہ العالمین قبول و منظور فرما. الہ العالمین کمزور ہیں، ضعیف ہیں، الہ العالمین کمی اور کوتاہیاں یقیناً رہی ہیں تو اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دے. الہ العالمین ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادات کو قبول فرما، اپنی شان کے مطابق ہمیں اجر عطا فرما. الہ العالمین ان تمام حاضرین کی حاضری کو قبول و منظور فرما. الہ العالمین سب کے درجات کو بلند فرما. الہ العالمین سب کی عبادات کو قبول و منظور فرما. الہ العالمین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری امت نے جو روزے رکھے پوری دنیا میں، شرق و غرب میں، شمال و جنوب میں، الہ العالمین ایک ہی مہینے میں سب نے تیرے احکام کو پورا کیا. اپنے فضل و کرم سے ان کو قبول و منظور فرما. الہ العالمین سب کی عبادات کو قبول و منظور فرما. جہاں جہاں قرآن مجید پڑھا گیا الہ العالمین اپنے دربار میں قبول فرما. اس کی برکات اس امت کو عطا فرما، ان لوگوں کو عطا فرما. الہ العالمین ہمیں عطا فرما. الہ العالمین ہم سب کی حاضری کو قبول و منظور فرما. الہ العالمین ہم سب کی جائز حاجات کو پورا فرما. الہ العالمین سب کی مشکلات کو دور فرما. الہ العالمین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرما، اپنی محبت عطا فرما، دین پر استقامت نصیب فرما. الہ العالمین مسلمان جہاں کہیں پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. الہ العالمین اپنے فضل و کرم کا معاملہ فرما. الہ العالمین اپنے فضل و کرم کا معاملہ بس چې حافظان دي هغه به چې کوم دی د قرآن شریف ختم لږ شي د حفظ ختم کوي هغه به اوس کېږي، هغه به تاسو ته تیاری کوم. هغه به راته وایم چې کومو کسانو چې کوم دی نو هغه به تاسو ته نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محترم قاری صاحب کی طرف سے، مرکز کمیٹی کی طرف سے آپ سب حضرات کو ختم قرآن مبارک. یہ اللہ تعالیٰ کا ہم پر لاکھ لاکھ کرم اور فضل ہے
کہ جس نے ہمیں توفیق بخشی کہ پورا مہینہ ہم نے اس کا کلام کو پڑھتے رہے، سنتے رہے، سناتے رہے۔ دراصل یہ محض اللہ کا کرم ہے، جن لوگوں کو اللہ نے توفیق بخشی کہ مسجد میں آئے اور پورا مہینہ اس کلام کو سنا، تو بہت بڑی نعمت ہے اور بہت اللہ تعالیٰ کا کرم نوازی ہے۔ یہ اللہ کی توفیق کے بغیر حاصل نہیں ہوتا، اور اللہ توفیق انہیں دیتا ہے کہ جن کے دلوں میں ذوق اور طلب اور شوق ہو۔ اللہ کی یہ سنت ہے، ہدایت اس کو ملتی ہے جو ہدایت کا طالب ہے۔ آج ہمارے اس پروگرام میں 2 حفاظ جنہوں نے حفظ کیا ہے، ان کی نثار بندی ہوگی۔ انشاءاللہ ہم اس پروگرام کا آغاز کرتے ہیں، تو میں اپنے برادرم حافظ سلیمان سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ آئیں اور اس پروگرام کا آغاز قرآن حکیم تلاوت سے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لله ما في السماوات۔ سب سے پہلے کچھ اشعار حمد باری تعالیٰ، اس کے بعد کچھ اشعار مسلسل۔ دل پہ کلمے کی زرد لگا، لا الہ الا اللہ۔ دل پہ کلمے کی زرد لگا، لا الہ الا اللہ۔ دل کے مرض کی ہے یہ دوا، لا الہ الا اللہ۔ سب کائنات کا خالق اللہ، تیرا میرا مالک اللہ۔ سب کائنات کا خالق اللہ، تیرا میرا مالک اللہ۔ سب کا رزاق ہے ایک خدا، لا الہ الا اللہ۔ سب کا رزاق ہے ایک خدا، لا الہ الا اللہ۔ لا الہ الا اللہ۔ یہ دوا، لا الہ الا اللہ۔ کچھ اشعار آج کے اس پروگرام میں ہمارے 2 حفاظ اپنے آخری سبق پڑھیں گے، جو اپنے قرآن کو حفظ کو مکمل کریں گے، اور اس کے بعد انشاءاللہ کیونکہ وقت ہمارے پاس کم ہے تو اردو میں 10 منٹ ہمارے محترم مہمان تشریف لائے ہیں پاکستان ملتان سے، مفتی عبدالرزاق صاحب، وہ بات کریں گے، اور 10 منٹ ہمارے حافظ ابراہیم جو ہمارے امام ہیں یہاں پر انشاءاللہ وہ بھی بات کریں گے۔ تو سب سے پہلے میں حافظ جاہد سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ آ کر اپنا آخری سبق سنائیں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها قلتم ما ندري ما الساعة إن نظن وإنا قلتم ما ندري ما الساعة إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين وبدا لهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. ہمارے دوسرے حافظ حاجی ہاشم صاحب ماشاءاللہ آپ کے سامنے آ رہے ہیں. ماشاءاللہ حاجی صاحب کو تقریباً 6 سال لگے ہیں اور 6 سال میں انہوں نے حفظ مکمل کیا. حاجی صاحب سے میری گزارش ہے کہ اپنی آخری سبق سنائیں. تکبیر اللہ اکبر تکبیر اللہ اکبر بشپک کالکی لکا قرآن شریف یاد کڑائے دے دا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها قلتم ما ندري ما الساعة إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين. دیر عمر کې لکه درم د پوس کوم چې د عمر څومره دی ډېر ګران کار دی. باندې عمر کې قرآن یادول دا د اسلامي ساتھ رکھو. میں بعد میں لوں گا. میرا آپ کے حوالے آپ سے لوں گا. دا څه ډېره یو معجزه ده په دې عمر کې قرآن یادول دا معجزه ده. الله مبارک. حافظ صاحب ذرا 2 قدم ادھر آئے پلیز. میں نے السلام علیکم. آپ کی عمر کتنی ہے؟ 50 سال اور 6 سال میں یہ معجزہ ہوا. دا په 50 کاله کې د قرآن شریف حفظ کو شپږ کاله اداو کو کمال ہے. مولانا صاحب ایک سوال, معجزہ کس نے کیا, استاد نے یا شاگرد نے؟ 50 سال میں یاد کرنا یہ معجزہ قرآن کا معجزہ قرآن بوڑھا آئے گا تو اس کو بھی اللہ اس کے سینے میں بٹھائیں گے. میں پہلی بار زندگی میں ایسا شخص دیکھ رہا ہوں جس نے 50 یہ ٹیکسی ڈرائیور ہیں ماشاءاللہ کیبن کرتے ہیں اور دن پر اپنا کام فیملی بھی پالنا ہے اور قرآن شریف کو 5-6 بچے ہیں. یہ معجزہ قرآن کا واقعی معجزہ ہے, یقین جانو. دیکھ پہلے مجلس جس میں تاثر رپورٹ کوم لندن میں جیسے ما پجون کے پا اول ځل چې دغه شو چې کمال یو کړی دی. نوجوان آپ کو بہت مبارک ہو, لیکن وہ نوجوان تو کرتے ہیں, یہ آپ کے ساتھ جو کمپٹیشن میں تھا نا وہ کمال کا نہیں تھا. سچی بات ہے کہ معجزے والی بات. ابھی آپ کے سامنے ہمارے معزز مہمان حبیبنا و حبیب رب العالمین محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین.
اور محترم قاری نیاز احمد صاحب کو ہم سب کے ساتھ پورے شوق اور جذبے کے ساتھ قرآن حکیم کی تعلیم دے رہے ہیں. اللہ رب العالمین ان کے علم و فضل میں اضافہ فرمائے, نیک عمل میں اضافہ فرمائے اور اس ساری دعوتوں کی بارگاہ میں قبول فرمائے. حضرات محترم, اختصار کے ساتھ 2-4 منٹ کے اندر ہم قرآن حکیم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ